ناس كتير سألتني عن مشاط الأسمد وازاي بيستخدموه، وهل هو شفاف ولا ملون. انا حابة اوريكم كده على الطبيعة. بصوا، هو ده لونه، يعني شفاف مائل الى الرمادي. تمام، يعني خلوني اجربه معاكم. بصوا الفرق. بصوا، وادى معاكي تسريح، نقدر نقول ادى معاكي درجة غمقان خفيفة جدا جدا. تمام، يعني تكاد تكون مش ملحوظة بس مرتبة. تمام. بالنسبة بقى للرموش هنستخدمه ازاي؟ طبعا تفاديا الزيوت بتاعته تدخل في العين. بصي هو اهو، ده لونه مليان زيوت يا جماعة ومليان اسمد. يعني اجرب لكم على ايدي. بصوا، دي درجة لونها هي على الطبيعة. على الرموش بقى تاخدي نقطة عشان تفاديا ان الزيوت تدخل في العين. نقطة بصوا كده. تمام، ونبتدي على المنبت بتاع الجفن من فوق، بعيد عن عيني من جوه خالص. بدلك كده كويس جدا وبالراحة. تمام، رايح جاي كده بالراحة بدون مضغط. انتوا واخدين بالكم اكيد ان انا مش بضغط. تمام، وبرده تحت العين من تحت، انا ما دخلتش جوه عيني، تحت العين من تحت كده برده بدلك كده كده. بالنسبه طبعا بقى للرجال بمنتهى السهوله، هم حياتهم اسهل مننا بكتير. تيك 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 تيك. تمام، وبعد كده بيبتدي بايده يعمل يعني تدليك للشعر بتاع الدقن والشارب. بس كده. طبعا لازم يغسل وشه كل يوم بغسول مناسب لبشرته. تمام، او على الاقل منطقه الدقن والشارب، منعا او تفاديا لحدوث دهون زايده. طبعا احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر برضو هي تركيبه زيتيه، فطبعا لازم نتفادى حته ان احنا يحصل انسداد او دهون زياده. فبيغسل المنطقه دي بغسول كويس او غسول ملائم لبشرته، وينشف دقنه كويس جدا. وبعد كده بيستخدم عادي خالص المشاط بتاعنا. رائع يا جماعه، ريحته حلوه جدا، لونه جميل زي ما انتم شفتوا كده. التهذيبه بتاعت الحواجب شكلها حلو جدا. بالشفاء والعافيه يا رب ان شاء الله، واشوفكم